نقلت هذا المقطع من الأستاذ الجزائري محمد دمير. لاحظوا باب المغاربة، جمع المغاربة، المدرسة الأفضلية إلى آخره، وربط الاسم المغرب بالمغاربة، هذا الخطأ الكبير الذي يقع فيه الناس. لاحظوا معي، يقول تقي الدين الهلالي اللي هو من مراكش ففي كتاب بلاد المغرب من مكائد الاستعمار في بلاد المغرب الذي كتبه في 1955، يقول إن سكان المغرب في الوقت الحاضر مختلفون من حيث الشعور والإحساس، فأهل طرابلس أخمد الاستقلال نفوسهم، وأهل تونس عندهم نخوة وحماس، لكن حكامهم عندهم ميولات أوروبية وشغل الدين الإسلامي بعيد عليه شوية، وأهل الجزائر أهل شجاعة وكرم وحسن أخلاق، وأهل مراكش علتهم قلة العلم ولا يعرفون الإسلام إلا بالاسم، لذلك يحسن تضليلهم لأنهم لا يعرفون ما يجري في العالم بل ما يجري في مملكة مراكش نفسها. قصدنا هنا لسنا أن نقولوا باللي تضليل وأهل، لكن نعلموا باللي المغرب ما سموهاش المغرب وإنما سموها مملكة مراكش. المغرب هي كل من طرابلس وتونس والجزائر ومراكش، وكل هذا كان على لسان تقي الدين الهلالي الذي هو من مملكة مراكش. جل حديثنا عن هذا الموضوع هو تقصي الحقيقة وعدم الكذب. والسلام عليكم.